عملوها الأسود ووصلوا لربع نهائي كأس العالم. عملوها الأبطال. الله 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 على المغرب، الله على الأبطال، الله على الأسود. الله فعلوها أمام مالي. قدروا يسجلوا في مالي، قدروا يعدوا مالي، قدروا يكتسحوا مالي، قدروا يفوزوا ينتصروا على منتخب مالي. مليون مبروك، مليون مبروك، مليون مبروك. منتخب المغربي يصعد لدور الثمانية في كأس العالم من تحت 17 سنة بعد هزيمة منتخب مالي ب3 أهداف مقابل هدفين. كبير، هذا هو المضمون ديالنا فيكم. الحمد لله تقاتلتوا ربحتوا. سير عاوتاني، حنا راه ما كنتفاكوش، حنا المغاربه هكا دايرين، كنبداو غير بالضحك حتى كنلقاو راسنا ان شاء الله عاوتاني في الفينال. حنا في حياتنا هكا دايرين، راه اي واحد كيبدا بالضحك حتى كتلقاه في الكوميساريه ولا كتلقاه في الغربه ولا كتلقاه تزوج ولا كتلقاه صوفه. مهم ما كنتفكوش، كنبداوها بالضحك وربي اللي فيها الخير راه كيديرها. منتخب المغرب في ربع نهائي كأس العالم. منتخب المغرب رسميا يصل لربع نهائي كأس العالم. الله على الجمال، الله على الروعة، الله على التألق، الله على الإبداع، الله على القوة، الله على العزيمة. ما شاء الله يا جماعة، لعب، أداء، شخصية، قوة، هيبة، هيمنة. قدر المنتخب المغربي إنه يفوز وينتصر. هم دول المغاربة. مباراة كانت أكثر من رائعة للمنتخب المغربي في شوطها الأول، وفي الشوط الثاني نزل الأداء شوية إلى أنه قدر أنه يتماسك ويحافظ على النتيجة، وانتهت المباراة ب3-2. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كده منتخب المغرب يصعد لدور الثمانية، وهيقابل مين يا ترى؟ هيقابل البرازيل. هادشي اللي غنقول لكم. شوفوا، راه ماشي هكا بدينا، الحمد لله غتحسنا بزاف. الاداء ديالنا من الماتش لماتش غاديو كيتحسن. الوليدات غاديو كيتيقوا في راسهم. البرازيل ان شاء الله حتى هي راه مضروبه. ثقتنا فيكم كبيره. هم دول الأسود، هم دول الأبطال، هم دول اللي دايما مفرحيننا، هم دول اللي دايما رافعين راسنا، هم دول اللي دايما مكتسحين الكل. هم دول بدأوها من البداية. ما شاء الله، بدأوها من البداية. أول حاجة اتغلبوا أمام اليابان واتغلبوا من البرتغال، ولكن ما يعرفوش إن المغرب بينومهم، ما يعرفوش إن المغرب بيفوق بعد الهزائم دي. خدت على فاها قبل كده من منتخب تحت 20 سنة. في المباراة الجاية إن شاء الله المنتخب المغربي تحت 17 سنة يديهم على قفاهم. أيضا مباراة كانت أكتر من رائعة. اللعيبة اختلفت كليا وجزئيا يا أخي عن الدور الأول وعن الماتشات الأولى. عملت مباراة رائعة، في تفاهم، في يعني خد وهات، تيكا تيكا، في شغل للمدرب باها. بصراحة منتخب يستحق التقدير والاحترام، وما زال ما عندوش خبرات كافية. ما زال الفترة اللي جاية هيكتسبوا خبرات أكتر، يلعبوا مع بعض أكتر كل ما بيتقدموا في البطولة. ما يعرفوش إن المغرب هيوصل لأبعد نقطة بعد الهزائم دي. ما شاء الله على المغرب. الله الله الله. فزنا على أمريكا وفزنا على مالي، والمباراة القادمة في ربع نهائي بطولة كأس العالم نقدر نكتسحهم، نقدر نفوز عليهم، نقدر ننتصر عليهم، نقدر نوصل لنصف نهائي البطولة. هم دول الأبطال، هم دول القوة، هم دول الشخصية. الله على المغرب، الله على التألق، الله على الإبداع. ثقتنا في الله كبيره، وفيكم حتى نتوما الاولاد تبارك الله. راه ما كتحشموناش. ان شاء الله غنضربوا البرازيل، وراهم هادو هما الاشبال ولاد السبوعه. راه نتوما اشبال ولاد السبوعه. نهار طلقناكم النهار الاول في المحميه راه دخلتوا دايخين، ولكن مع الوقت تبارك الله تعلمتوا تصيدوا. دابا ها مالي كسلتوا ميريكان هذا شديتو دابا غيطيح، فهمتوا ولا؟ ومربوحه ان شاء الله، وراه كوب ديالنا ان شاء الله. تحياتي لكم فين ما كنتم. كل ما يتقدموا في البطولة دور، كل ما يكون التجانس والانسجام مع بعض أفضل. إن شاء الله نشوفهم في مباراة البرازيل يعملوا لنا مباراة قوية ويقدروا يصعدوا إن شاء الله لدور الأربعة ومنها للنهائي. قولوا يا رب. تمنياتنا وطموحاتنا وأحلامنا كلها كعرب، سواء مغاربة أو مصريين أو توانسة أو جزائريين أو أي عرب في أي حتة في الدنيا،
بيحبوا يعشقوا حاجة اسمها المنتخب المغربي ايا كان الفئة السنية دياله. نتمنى التوفيق اليوم حبيبي. تلفازة فوق اخرى. مبروك، مليون مبروك للمنتخب المغربي، وان شاء الله باذن الله البرازيل ان شاء الله مباراة قوية واداء عالمي، وان شاء الله انتصار جديد. مليون مبروك لمنتخب باها ولاولاده، ومليون مبروك للشعب المغربي. تحياتي. واحد السيناريو اليوم راه لا يمكن في المباراة ديال المغرب ومالي الاخوان. زياد بها كيسجل برأسية، الحكم كيعطي المنتخب مالي ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، كيشعلوا معانا وكيجي إسماعيل العود لاعب نادي فالنسيا الإسباني وكيسجل هدف على طريقة زياد بها، نسخة طبق الأصل الهدف الأول ديال زياد بها كيسجلها إسماعيل العود من نفس المكان وبنفس التسديدة وبنفس الرأسية. واحد السيناريو اليوم راه ما يمكنش.